صباح الخير عليكم. بنتي حبيبتي ما شاء الله عليها، عايزه ام هي اللي تعمل لنا الفطار. هتعمل لنا فطار ايه النهارده؟ بيتزا. بيتزا. هتعملي ايه؟ هحط ايوه. الزيت. طيب تعالي نحط الصينيه قصادك شويه كده. ينفع انا احط لك نقطه الزيت عشان انتي لو مسكتيها هتبهدلي الدنيا؟ ماشي. ماشي. اهو. تعرفي بقى تدعكي الزيت؟ مم. يلا في الصينيه كلها. شطوره، بس ارفعي هدومك كده. نزلي هدومك، ايوه جامد شاطر. لا نزل، طلعيها تاني عشان ما تبقاش هدومك ايه معموله. وبعد كده خليكي تروقي لي المطبخ ما شاء الله. يلا خلاص، خدي بقى حتة العجينة. طبعا انا خبزها قبل كده، بس هي اللي مصرة بقى لا خديها كلها، خديها كلها. ايوه خديها كلها وحطيها هنا. حطيها هنا على طول. افرديها بقى. حاولي جامد، بس شمري هدومك. شمري يلا شاطرة. يا خراشي، ايه العسل ده؟ الله. تاني جميلة. لا بس الحتت التخينة دي ما دوسي عليها. دوسي على الحتت التخينة دي جامد. ايوه. عايزة اقول لكم هناكلها، يعني هناكلها مفيش بقى. يلا افرديها تاني. ينفع اساعدك؟ ايه؟ ينفع اساعدك عشان هي اتقطعت؟ هساعدها ماشي. واوريها لكم. ايه رأيك بعد لما انا فردتها لك؟ بقت كده حلوة؟ اه. طب هتعملي ايه بعد كده؟ هحط الكاتشب. يلا حطي الكاتشب. بس اوعي توقعي. دوسي والله ما هتعرفي. هاتي احطهولك انا. يلا افرديه. انا مش عارفه الفرشه راحت فين. تعرفي تفرديها بدي؟ يلا لا. هتبهدلي الدنيا. يلا شاطره. ايه الجمال ده؟ هو احنا مش هنحط فيها فلفل ولا طماطم يا ديدا؟ هنحط. يعني انت هترضي ان احنا نحط فيها فلفل عشان انا هاكل منها؟ اه. بجد؟ اه. طب وانت هتعملي ايه؟ هاكل بالسوسيس. طب ما احنا هنحط جنب السوسيس فلفل. لا مش عايزة فلفل معايا. طب خلاص ما نحطش فلفل اصلا. وبعد كده نحط ايه؟ سوسيس بس. وريني كده. طب والله يا وطماطم دودو بس. تنفعي. وطماطم طماطم بس. بصي لي كده. مين القمر؟ انا. يلا حلو. حبة الكاتشب ولا احط لك تاني؟ حطي تاني بس كتير. طب ما خلاص كده بقى، ما تفرديهوش. لا. حلو كده. لهوي. حلو كده. حطي السوسيس بقى. سوسيس. ايوه تفرديه ازاي؟ شفتوا؟ عشان فايدة ان انت توقفي بنتك معاكي في المطبخ. ايه دي؟ دي سوسيس برضو والله. حطيهم بقى. شاطرة. وريني بقى هتعمليهم ازاي. اشرحي لنا يا دودي هتعمليها ازاي. تحطي ايه؟ سوسيس. امم تحطيه بسرعة شوية. وقعت واحدة مني عشان شايفاكي. مش شايفاني عشان انا واقفة ورا. شاطرة. شاطرة. شاطرة كده. كفاية ولا لسه؟ لسه. لسه. طب حطي بسرعة شوية. ده احنا كده مش هناكل بيتزا على الفطار، احنا كده هناكل بيتزا على العشاء او بكرة بعد ما خلصي. خلصي بسرعة هتسعدك. يلا. يلا نحط حبة هنا ونحط حبة الناحية التانية. شاطر. حطي بقى حبة جبن. طبعا في الغلاء الفاحش اللي احنا فيه دلوقتي ده، الواحد ما بقاش قادر يجيب كيلو موتزاريلا. بقت غالية جدا ب130 جنيه. فجبت ربع كيلو في كيس كده محندق، طبعا من نفس النوع عشان ما اقدرش اغيره. زي ما قلت لكم قبل كده انا ما بجيبش غير الريف عشان هو تقريبا احسن نوع. يعني الباقيين تحس ان انتي بتاكلي طوب. فحطي، لا حطي حبة موتزاريلا حلوين، يعني هو مش لدرجات التقشف يعني. حطي حبة حلوين. كتير مش لا احنا كده مش هناكل جبنة يا ديما. مش بالسنتوفة دي. حطي حبة حلوين يا دودو. دودو. كتير. امم ايوه كتير بقى. كتير كتير كتير. خلصت البيتزا؟
هنعمل فيها ايه دلوقتي بقى؟ بصوا البيتزا الجميلة. الله، بيتزا جديدة حبيبتي. هتعملي ايه دلوقتي؟ مين اللي هيحطها يا ديما في الفرن، انا ولا انت؟ انتي. ليه؟ ممكن انا. لا مش ممكن، انت صغنطوطة، ما ينفعش حد صغير يروح عند البوتاجاز. طب انتي. انا طبعا انا كبيرة. يلا انا اروح نحطها على البوتاجاز. لا لسه. لسه ايه؟ حط الصابون. الزيتون. اه صح، ده احنا نسينا، بس انا مش عارفة عندي زيتون ولا لا. انت عندك زيتون؟ لا. عندك زيتون، خلاص بقى يبقى نعملها المرة دي من غير ايه. صابون. خلاص يلا. ممكن اعجنها شوية. لا كده كفاية.